اهلا بكم حبايبنا في كل مكان، في فيديو جديد ولقاء جديد من قناة اسرار طيور الزينة. النهاردة هنتكلم عن التأكيل اليدوي. طيب التأكيل اليدوي ليه ميزة وعيوب، والتأكيل الأهالي ليها ميزة وعيوب. طيب هنتكلم في كل شيء، بس قبل ما ندخل في التفاصيل أحب أفكركم اللي أول مرة يشوفنا اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك، واكتب في الكومنت ايه رأيك في الفيديو. هنتعلم النهاردة طريقة تأكيل اليدوي، ازاي بأكل الطير يدوي. هنتكلم برضو عن الميزة اللي بنتمتع بيها في التأكيل اليدوي. طيب بأكل الطير ازاي؟ أول حاجة أنا بعملها بجيب سرنجة زي كده، كلنا حضراتكم شايفينها، أحط فيه التأكيل اليدوي اللي أنا عايزه، سواء أنا عملت خلطة تأكيل يدوي أو جبت تأكيل يدوي. هو بالنسبة للتأكيل اليدوي اللي هو الجاهز اللي احنا بنجيبه من السوق، هو ال A21 هو أفضل شيء، أفضل نوع في التأكيل اليدوي، سريع الهضم، سهل، مغذي بالنسبة للطير. أما احنا ممكن نعمل خلطة في البيت مثلا أو الكلام ده كله، وما علينا. احنا دلوقتي هنشوف ازاي انا هأكل الطير بالنسبة للناس المبتدئين. أنا دلوقتي عندي جوز كوكتيل، واضطريت غصب عني إن أنا أعزلهم عن الأهالي، بتملح منهم مثلا، وعزلتهم وأنا عمري ما أكلت يدوي. دلوقتي هوريك التأكيل اليدوي عامل إزاي. أول حاجة، أول خطوة بعملها لما بحط التأكيل اليدوي جوه السرنجة، بيبقى عندي الطير ليه مجريين، ليه مجريين هنا، في مجرى للتأكيد ومجرى للتنفس. طب دلوقتي فين التنفس وفين التأكيل؟ هقول لك انا. التأكيل بيبقى ناحية اليمين، على يمين الطائر، ناحيتك انت، وهيبقى على يمينك انت. مجرى التنفس ناحية الشمال. بس احذر، لو التأكيل او انت اديته في مجرى التنفس، في لحظة هيموت منك. لازم تكون حذر، والموضوع مش صعب، هي سهلة جدا بس عايزة تركيز. اهو ده هياكل دلوقتي، تمام. السرنجة اهي، نمسك السرنجة بالطريقة دي كده اهو، ونمسك رأس الطير، هو لوحده هيفتح بقه، الراجل محترم. حطها له كده، دخل خرطوم عند الحويصلة لتحت، وخلي بالك الخرطوم بتاع السرنجة يكون ناحية اليمين عند الطائر. اهو الراجل كل في منتهى السهولة اهو، وبيلعب ومفيش فيه اي حاجة. لا احنا عايزينك تبص للكاميرا اهو. سهل جدا التأكيل اليدوي. طيب انا دلوقتي عندي ايه الميزة في التأكيل اليدوي؟ التأكيل اليدوي بيخلي الطائر مهتم بيك، واخد عليه، وبعد كده تلاقيه يلعب معاك، يحبك، تقدر تدربه زي ما انت عايز. الطائر تلاقيه عايز يلازمك في اي حتة تروح فيها، تلاقيه يقف على كتفك، يقف على رجلك وانت قاعد. بيبقى الطير معاك من صغره، من بداية مثلا شهر وانت بتأكله يدوي،
يكبر الطير لغاية ما يبقى كبير شغال وهو متعلق بيه. بس في حاجة، الطير عشان ما يتبرجلش منك، يا تدريب يا تفريغ، لكن الاتنين مع بعض ما ينفعش. الطير هيتبرجل، واخد بالك، ومش هيركز لا معاك ولا مع مع الأنثى اللي انت مديها. فالطير عامة أي طير زينة يا تدريب يا تفريغ. طيب نتكلم على القسم التاني اللي هو تأكيل الأهالي. ايه فايدته؟ أهم حاجة وأحلى حاجة إن الطائر بياخد من الأهالي مناعة عن طريق الأكل. طب ازاي؟ أقولك ازاي. انت بتأكل الأهالي بالنسبة للأكل الطري بالذات، طول ما عندك زغاليل من أول 5 أيام. هو من أول يوم يعتبر، بس هو عشان خاطر بتاخد الزغلول أول يومين 3 أو أول 5 أيام بياخد اللبة، فما بيعتمدش على الأكل عامة. هو بياخد اللبة ده من بق أمه. اللبة ده عبارة عن حاجة زي السائل، لكن مش تأكيل ولا حاجة، لغاية ما الحصالة عنده تبدأ تشتغل. بعد كده هي بقى بتبدأ تأكله من الأكل اللي انت بتحطه له. ايه الأكل بقى اللي يفضل بقى من السن ده لغاية الفطام؟ 35 يوم. يوم غلة ويوم بيض، يوم غلة ويوم بيض، وهكذا لغاية ما يتم سن الفطام. طبعا الغلة نشا، بروتين، البيض كالسيوم، فوسفور. استمر على الحال ده لمدة شهر، تلاقي الطير معاك ساعة الفطام بسم الله ما شاء الله كده. تلاقي الطير اولا صدره مليان، صحته جيدة، ما يعياش بسهولة. وتلاقيه كده على طول حركة على طول، تلاقيه مش همدان، ما تلاقوش كاشش، ما تلاقوش تعبان. دي فايدة وميزة التأكيل الأهالي، ودي طبعا احنا كلنا بنبقى هدفنا فيها هي أول حاجة. آخر حاجة بنفكر فيها التأكيل اليدوي، لأن التأكيل اليدوي انت مهما بتأكله سائل، مهما كانت فايدة التأكيل اليدوي وجودته. تأكيل الأهالي هو رقم واحد. كده انتهى الفيديو، وأحب أشكر كل الناس اللي بتتابعني من مصر والدول العربية. وأحب أفكرك لو كنت أول مرة تشوفنا اشترك في القناة عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بننشره. اعمل لايك عشان الفيديو ينتشر، اعمل كومنت عشان نعرف رأيك، وتحياتي ليكم.